بعد ما شفنا الأحداث المريرة التي حدثت في شيبويا وسفك الدماء وإزهاق الكثير من الأرواح على يد سكونة في الموسم الثاني، تعالوا نشوفوا ايه اللي مستنينا في الموسم الثالث. بس قبل ما نبدأ اصحى وفوق للكلام وانزل حط اللايك والكومنت التمام، واستعدوا للقتال والإبداع، وهنا تبدأ أعظم الأحداث بلا انقطاع. بيبدأ الأنمي بعشيرة زينين وهم بيفكروا من سيصبح رئيس العشيرة القادم، وبنشوف الست دي وهنتعرف عليها بعدين، ومعاها شخص جديد مغرور وبيسألها وبيقول لها يعني ما هي اللي ماتت، فبترد عليه وتقول له في حاجات أهم تقلق بخصوصها زي رئيس العشيرة مثلا، وإن في الأصل ماكي هي اللي كانت هتموت. فبيقول لها ماكي فتاة جميلة ولكنها لا تدعم أي رجل وتستحق الموت. يدخل على كبار عشيرة زينين اللي هم أوجي زينين وجينيتشي زينين، وبنعرف إن الواد الأصفر ده اسمه ناويا زينين مستعمل جوجيتسو من الدرجة الأولى الخاصة. بيقولوا له اتأخرت ليه يا فالح؟ فبيقول مش فارقة لأن في كل الأحوال أنا من سيصبح رئيس العشيرة القادم شئتم أم أبيتم، وده بسبب إن إخواتي شوية أغبياء ملهمش قيمة. وبيقول لعمه حتى أنت أخوه الصغير ولكنك لم تتأثر بمرضه، وكده كده بناتك بره الحزب. وبيقول لجينيتشي شكلك يقطع الخميرة من البيض، وكان هيبقى أحسن بكتير لو كنت شبه توجي، وكان هيكمل اسطوانة الردح بتاعته، ولكن أوجي مسك السيف وقام عليه وكان هيطير راسه، ولكن ناويا مسك إيده بكل برود على آخر لحظة. وبنعرف إن والد ناويا هو رئيس العشيرة السابق. وفي تلك اللحظة بيدخل عليهم شخص عجوز قصير وبيبلغهم إن رئيس العشيرة مات منذ لحظات، وإنه سيقوم بقراءة الوصية التي أوصى بها رئيس العشيرة قبل وفاته، ومحتواها كالآتي. اسمع كده بقى: هيتم تعيين ناويا زينين رئيس العشيرة ال27، وبالتالي كل الأصول بما فيها الأدوات الملعونة هتبقى تحت إيده، ولكن يجب موافقة أوجي زينين وجينيتشي زينين قبل استعمالها. الواد بيجز على أسنانه ومش عاجبه الكلام. طب خد التقيلة: وفي حالة موت جوجو ساتورو أو هبت منه سيتم تنفيذ العهد مع ميجومي، ألا وهو هينضم للعشيرة وسيعين رئيسا عليها، وبالتالي هتتنقل له كل الأصول. طبعا الواد الأصفر ده كبرياء واتجرح وما كانش مصدق اللي بيسمعه، وبيقول بقى حتة عيل عايزين يخلوه رئيس للعشيرة. وبيسأل طنط عن ميجومي وبتقول له إنه في طوكيو بيدور على وعاء سكونة، وقال لها قولي لكبار العشيرة إني رايحة أقتل وعاء سكونة، بما إن ميجومي مع إيتادوري فأنا هخلص على الاتنين. وبعد كده بنروح لإيتادوري وهو قاعد حزين وبيفتكر أحداث شيبويا المريرة. فتشوسو بيقول له ما تقلقش عليا وارجع لثانوية الجيجيتسو، ولكن إيتادوري بيقول له إنه عنده إحساس إن سكونة قوته ازدادت، خصوصا بعد ما أكل عدد كبير من الأصابع، وإنه ندمان لأن في ناس كتيرة اتقتلت بسببه. بيقول له أنا خلصت على إخواتك، هو أنت متقبل ده إزاي يا عم أنت؟ فتشوسو بيقول له ده كان مجرد حادث ومسامحتك من عدمها مش هتغير حاجة. بعد كده الاتنين بينطلقوا في المدينة وبيحاولوا يخلصوا على أكبر عدد من اللعنات، وبنلاحظ إن إيتادوري انطلق مسرعا وخلفه عدد كبير من اللعنات عايزة تخلص عليه، وبيكسروا الجسر اللي إيتادوري كان بيجري عليه، وبينط مسافة كبيرة وبيقتل إحدى اللعنات الطائرة. وفي نفس اللحظة في لعنة ضخمة بتمسكه وبتطير بيه، ولكن بيقتلها بإيد واحدة. بعد كده بيطلع يجري وكم مهول من اللعنات تقوم بمطاردته وتريد القضاء عليه. هم حالفين ولا إيه؟ ولكن الولد طلع نصح وكان عامل لهم فخ في النفق، وتشوسو كان لهم بالمرصاد وقام بقتل جميع اللعنات بتقنية نسل الدم. وفجأة بتظهر لعنة عملاقة خلف تشوسو حرفيا كانت هتبطط، ولكن إيتادوري بسرعة خلص عليها بإيد واحدة. وتشوسو بيقول في نفسه إن يوجي بقى عنده تحكم ثابت في طاقته الملعونة وقوته البدنية استثنائية. وفجأة بيظهر ناويا وبيسألهم عن مكان ميجومي، بيقول لهم انتوا بتعملوا ايه هنا؟ انتوا ليه مش بتحاولوا تهربوا حتى؟ وإيتادوري بيقول له نهرب ليه يا عم انت؟ فبيعرفوا ان اتحكم عليه بالإعدام وانه فقط حماية جوجو. وتشوسو بيتعصب من اللي بيسمعه، وإيتادوري بيفتكر كلام شخصي انه بسبب تأثير جوجو نجا عدد من مستعملين الجيجيتسو. وناويا بيقول له ان عايز ميجومي عشان يخلص عليه، ومش فارق معايا اذا كنت انت عايش ولا ميت، ولكن هكسر رجليك الاتنين حتى لا تحدث المزيد من الخراب في المدينة. وفي تلك اللحظة بيظهر ناويا بجانب إيتادوري ويقوم بضربه، فتشوسو بيفقد صوابه وبيهجم على ناويا، ولكن الآخر أمسك به وأوسعه ضربا مبرحا يمين وشمال وما خلاش في الولا حتة سليمة بيد واحدة وضربات متتالية. كم أنت مغرور. وإيتادوري بيقول إن الواد ده سريع بطريقة غريبة، وتشوسو بيقول له يمكن ده بسبب تقنيته. ناويا بيقول لهم إيه ده انتوا طلعتوا جامدين بقى، أنا استخفيت بيكم ولا إيه؟ وفي وسط المفرمة دي فجأة حاجة غريبة بتحصل ويعم الصمت ويصدم الجميع بظهور جلاد إيتادوري يدعى أوكوتسو، وهو طالب في السنة الثانية ومستعمل جيجيتسو من الدرجة الخاصة زي جوجو ساتورو بالظبط. وتشوسو حاسس إن الشخص ده بيستهدف إيتادوري، وبينزل لهم على مبنى وبيدمره وبيسألهم
علاقتهم ايه بإيتادوري. فناويا بيجيب ورا وبيقول له اهدى يا معلم انا في صف. وفي تلك اللحظة تشوسو بيقول لإيتادوري يلا يا صاحبي نخلع من هنا قبل ما الدنيا تتقلب فوق دماغنا، وبيقول له الواد الاصفر ده سريع ومخادع سيبهولي انا هعطل. وناويا بيطلب من اوكوتسو ان بعد ما يقتل إيتادوري يأجل الابلاغ لانه عايز يستخدمه كطعم للامساك بميجومي. وتشوسو بيقول لإيتادوري انت هدفهم وانه لازم يهرب من اوكوتسو لانه قوي جدا زي جوجو ساتورو وانه ممكن يقتله. وفي اللحظة دي ناويا بينتابه القليل من الندم لانه جاب سيرة ميجومي قدام اوكوتسو، واوكوتسو بيوافق على عرض ناويا. وإيتادوري اخد ديله في اسنانه وطلع يجري، ولكن اوكوتسو كان سريع جدا ولحقه. نرجع لناويا وهو بيقول لتشوسو ان ده تلاعب بالدم مش كده، بس انا مش فاهم انت حصلت عليه ازاي، وان تقنيتك دي ما يتقلقش منها باستثناء الدم الساقط وانت فاهم الباقي كش مالك خلاص. ومن ناحية اخرى بنلاقي اوكوتسو مسك إيتادوري وعلى وشك انه يخلص عليه، ولكن إيتادوري بيفلت منه على اخر لحظة وبيهجم على إيتادوري تاني بالسيف وعايز يقطعه، ولكن إيتادوري بيتفادى ضربات السيف المتتالية يمين وشمال وبيخرج بره المبنى خالص. وبيقول في نفسه حتى لو هو ما عندهوش قوة جسدية فهو عنده كمية هائلة من الطاقة الملعونة، وان اوكوتسو بيعوض نقص القوة الجسدية بالطاقة الملعونة. واوكوتسو بينزل له بالشياكة من على المبنى ويقول له انه عنده طاقة ملعونة اكتر من جوجو ساتورو، ولكن جوجو عنده العيون الستة ومش بيخسر اي طاقة لما بيستعمل تقنيته. وبعد كده بيهجم على إيتادوري بالسيف وكان هيقسمه نصين، وإيتادوري بيفتكر كلام صديقه تودو، وبنعرف انه كلما كان مستعمل الجيجيتسو افضل زادت الصعوبة في قراءة طاقته الملعونة، وان اوكوتسو طاقته الملعونة بتتصاعد من جسمه كله بما في ذلك السيف. اوكوتسو بيوجه لكمة لوجه إيتادوري وفجأة بيخرج من جسد اوكوتسو الطاقة الملعونة وبتحيط بيه من كل الاتجاهات، وإيتادوري نفس الشيء. وإيتادوري بيفتكر نانامي وبيعتذر لاوكوتسو وبيقول له انه مش هينفع يموت دلوقتي. واوكوتسو بيهجم على إيتادوري للمرة المليون وعمال يقطع في اي حاجة تيجي قدامه، وإيتادوري بيجري وينط جوه عربية وبيلاقي سكينة، وبيفتكر كلام جوجو ان في ناس بتركز على استخدام السلاح ولكن ما ينفعش تعتمد على أداة ملعونة وتهمل التلاعب بالطاقة الملعونة. وإيتادوري بيستخدم السكينة وبيصد بيها السيف، واوكوتسو بيقول له انت كل تركيزك يا صاحبي على السيف وبيديله رجل في بطنه. وإيتادوري بيقوم ويهجم على اوكوتسو وبتتكسر السكينة والسيف وبيتجرح في جنبه، واوكوتسو بيقول له انا كنت عارف ان الموضوع مش هيخلص معاك بالسهولة دي. وإيتادوري بيهجم على اوكوتسو للمرة التانية، ولكن فجأة وفي تلك اللحظة بيظهر خلف إيتادوري مخلوق غريب وبيمسكه. إيتادوري مصدوم ومش فاهم حاجة والمخلوق بيكتفه وبنعرف انها تسمى ريكا. واوكوتسو بيمسك سيفه المكسور ويقترب ببطء ويقوم بطعن إيتادوري في قلبه ويعتذر له. على ما تعتذر يا صديقي؟ لأنك قبلت بالظلم لإرضاء بعض العواجيز ألا وهم كبار السحرة؟